بس يلا بص يا اسطى، هقول لك على حاجه مهمه خالص. لو انت راجل بتربي كلاب او بتحب تتفرج على الناس اللي بتربي كلاب، تمام؟ اطلع لي يا ابني الكلب ده. تعال خد، تعال تعال. اقف هنا يا بابا. اقول لك على حاجه مهمه، بس ثانيه واحده كده نطلعوا الكلاب ديت وهقول لك دلوقتي تعمل ايه. اقعد اقعد بس بس. ولا خد تعال بس. روح المكتب يا سيدي. بص يا ريس، الناس اللي بتخش على النت تتفرج على كلاب الناس وتشوف ده عنده كلب وده عنده كلب، تمام؟ احنا عايزين بس نركز عشان الكلب ده بيجر شكل. ولا ايه ايه ولا كلبش. خد يلا يا ارجس، اطلق لي يا ارجس. الناس اللي بتخش تتفرج على كلاب الناس، تمام؟ وتبص تلاقيه يجي كاتب له في كومنت تريقه ان هو بيتريق على كلبه او الحاجات دي. احقر وازبل ناس خلقها ربنا، احقر وازبل ناس خلقها ربنا. انا ما بنحترمش اللي يخش يتفرج على كلب ويتريق عليه، ما بنحترمش اللي بيخلي واحد يكره كلبه. بصوا هقول لكم على حاجه. اول حاجه، ما فيش بني ادم على وجه الارض طلع من الهوا، يعني طلع من الفاضي كده، تمام؟ ازاي؟ كلنا بنبدا من تحت، كلنا بنعلى، كلنا بنجيب كلاب، كلنا متاح ان احنا نشتري. ممكن اللي عنده كلب مستواه ضعيف ممكن في يوم من الايام تفوجئ ان عنده كلب عالي خالص وانت ما انتش قده، تمام؟ فالناس بقى اللي بتخش بس يخرب بيت امك على بيت ام صوتك ده كلب بيتبول جاي يتدرب عندنا، اهبل كده، تحس ان بالله كده بالصوت اللي هو بيعمله ده. طبعا يا جماعه في ناس كتير، انا لاحظت في الفتره اللي فاتت دي، لو واحد منزل كلب مثلا شعبي مستواه قليل حاجه زي كده، او بيلعب معاه، او منزله بيتكلم عن كلبه، او مصوره، تمام؟ حتى احنا لما بيجي لنا كلاب تدريب تتدرب عندنا نيجي ننزل صور الكلب، تلاقي واحد داخل يكتب لنا ايه؟ الكلب ده مش حلو. انت مالك؟ انت مالك يا غيتت يا تنح؟ انت مالك يا بارد؟ حلو ولا مش حلو ده لصاحبه، ده ليا مش ليك انت. انا منزل صورته، مش عاجبك ما تشوفش، ما تبصش. حلو انت تلاقيك انت مش قادر تشتري بنطلون تلبسه، ليه تعيب على حاجه الناس؟ ليه تبخس حاجه الناس؟ هي كل الناس اللي عندها كلاب تقيله دي ايه ضمنك ان كلابها؟ ايه ضمنك ان حاجتها؟ ايه ضمنك ان هو ممكن يكون بايع حاجه عنده عشان يشتري كلب؟ ايه ضمنك بالكلام ده كله؟ ايه ضمنك ان معهوش شركاء؟ ايه ضمنك ان في ناس هي اللي جايبه له الكلب عشان يوريهولك؟ ايه ضمنك ان اللي ماسك كلب على النت ممكن ابو نور ده يبقى ماسك كلب ومتصور بيه ومش كلبه؟ ايه ضمنك الكلام ده كله؟ ليه تبخس حاجه الناس؟ واحد جايب كلب هو حابب شخصيته، ممكن يبقى عندك كلب بلدي، كلب بلدي بس ارجل من كلب بفلوس، ارجل من كلب مستورد. الناس اللي هي بتربي كلب عشان تتجاين بيه بيبقى عارف ومتاكد ان هو ما عندوش شخصيه ولا عنده شهره، فعايز يبين نفسه بيه، بيبقى هو متاكد من دي. اللي بيبدا بتربيه كلب بيبدا من تحت، بيبدا من الصفر. تروح بقى تبص تلاقي واحد يجيب لك بقى كلب مستورد وكلب، ما تيجي نتفرج على الكلاب بالمره. تبص بقى تلاقي واحد جايب لك كلب مستورد وكلب عالي وكلب بفلوس وكلب بورق وكلب مش عارف ايه، وينزله على النت بيتفشخر بيه. يعني انت عارف ان شخصيتك هي في الكلب، او مستواك هو في الكلب، او انت هتنشهر بالكلب. طب ما عادي، ما كل واحد ممكن يجيب طب ما انا ممكن نبيع عربيه زي اللي واقفه دي ونجيب كلبين ثلاثه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ فاحنا مش عايزين نخش في المرحله دي، خلينا نتكلم في المهم. المهم في الموضوع كله ان بلاش يا جماعه لما واحد ينزل كلب نخش نتريق عليه. الكلام مش عليا، انا بتكلم على العامه، تمام؟ بلاش لما واحد ينزل كلب تخش تقول له ايه الكلب الشعبي ده؟ ايه الكلب البلدي ده؟ يمكن يكون الكلب اللي هو منزله ده كلب هو بيحبه، ليه تكرهه فيه؟ ليه تكره البني ادم في الحيوان ده؟ ليه تخلي البني ادم يكره الكلب ده؟ ليه تخلي البني ادم يبقى مش حابب الكلب اللي هو مربيه؟ وتلاقيك انت اساسا معكش ربع جنيه تجيب بيه سندوتش. طب ليه؟
طب ليه؟ نصيحه مني، لو واحد منزل كلب على النت وانت شايفه انه مش حلو حتى ما تقولش، خلي الموضوع بينك وبين نفسك. قول له ربنا يبارك لك فيه، قول له ربنا يزيدك خير، قول له ربنا يوقف لك ولاد الحلال، قول له ربنا يكرمك بالاحسن، قول له كلبي جميل حتى لو انت شايفه وحش. وبعدين انت ممكن تكون ما بتفهمش في الكلاب وتخش تفقع كلمه وخلاص. يا جماعه الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه تدل على قيمه صاحبها. ليه نخش نبخس واحد؟ ليه نخش نكره واحد في الكلب بتاعه؟ ليه نخش نخلي واحد ما يحبش الكلب اللي هو مربيه؟ ليه نخش نكره واحد في كلبه؟ ليه نخش نخلي واحد يبقى مش طايق الكلب بتاعه؟ مربي بلدي، مربي شعبي، انا مالي؟ انا ايه دخلني؟ انا ايه خلاني نتدخل في حاجه ماليش فيها؟ بدل ما نقول له روح ربنا يبارك لك، روح ربنا يزيدك خير، روح ربنا يرزقك بالاحسن، ليه نعمل كده؟ ليه نكره الناس في حاجتها؟ ليه؟ وملحوظه، كل اللي بيخش يعيب على حاجه الناس ويتريق على حاجه الناس، اعرف ان هو مش لاقي ياكل، اعرف انه معفن من جواه، اعرف ان ريحته وحشه. ناس كتير زي ما قلت في اول الفيديو بتروح تجيب كلاب مستورده وكلاب عاليه. ربنا يرزق الناس دي، الناس دي بتبقى داخله بنيه ان هي تفرخ جرو كويس وتفرخ حاجه كويسه. ربنا يرزق الناس دي، ربنا يجعل لها الخير يا رب في رزقها. وفي ناس بتبقى جايبه الكلب التقيل علشان تبين نفسها بيه، عشان يتسمى بيه، يقولوا فلان، انت عارف فلان اللي عنده الكلب فلان. طب انت ما تفرحش بالحته دي؟ ما تفرحش بدي ليه؟ لان انت هتتسمى على كلب، اسمك هيبقى على كلب. تمام؟ فانت لو جايب يبقى جايب عشان حابب، عشان حابب تنتج جرو كويس ابن بلدك يربيه، عشان حابب تنتج كلب حلو ابن منطقتك يكون عنده منه. ده المفروض اصول التربيه كده. اصول التربيه مش اللي هي بالكلمه، اصول التربيه بالاسلوب وبالاحترام وباللغه. يا جماعه والله العظيم انا بننصح في الفيديو ده، لو انت شايف واحد منزل كلب على النت او في صوره، نصيحه مني خش قول له ربنا يبارك لك، بدل ما تخش تقول له شكله مش حلو. ودي صدفت معايا كذا مره، بتبقى ناس جايبه كلاب تدريب، كلب مستوى على قده، هو شايف ان كلبه حلو، هو شايف. على فكره كل واحد فينا مربي كلب، والله انا لما نبقى مربي كلب بلدي والله، طب ما هو ميلو ما كانش مستواه حلو بس انا حبه، الناس حباه. وكان ميلو شكله شعبي بس حبه والناس حباه من افعاله ومن شخصيته. تمام؟ فصدقوني اقسم بالله العظيم في ناس داخله للنت الاثنين صيغتين، عشان الربح والفلوس وعشان ان هم يرازوا في مخاليق ربنا. طب وانا ليه؟ طب وانا ليه الرازي في مخاليق ربنا؟ ما نخليني في حالي، ما تخليك ذوق، خليك اصيل، خليك عندك ادب، خليك عندك احترام. لو واحد منزل حاجه بارك له عليها، شكر له فيها، هو ما طلبش رايك. يا بجم اللي بينزل حاجه ما بيطلبش رايك فيها، هو بينزلها محبه في اصحابه واصدقائه. انت مالك؟ فاتمنى ان تكون الناس فهمت الحلقه، واسف لو كلامي فيه جرح شويه، بس كلامي توضيح يا جماعه، انا بنتكلم من زعلي، من اللي انا بشوفه، من اللي انا بسمعه. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لكل الناس الجميله اللي منورانا، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا. ويا جماعه كلامي ركز فيه، هتلاقيه كلام سليم وكلام صح. الاحترام والادب والاسلوب حتى في مشاهدتك لحاجه الناس بتبقى مطلوبه، والله بتبقى حاجه مطلوبه. تحياتي لكم ومليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.